فرحت وقلت خلاص اترحمت. كنت فاكره ان رمضان رحمه ومش هيبقى فيه غير مواعين الفطار، اتاري اللي بننام فيه بنصبح فيه، وحاجه لا يبد منها. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محتاجه 10 يعملوا معايا المطبخ، بجد المطبخ كان مقلوب قلبه. مش عارفه المواعين دي كلها جات لي منين، كل ديت مش هتصدقوا مواعين الفطار بس. وفي اليوم دوت ما كنتش عامله غير كبده. امال لو كنت طبخه كنت هجيب الجيران يغسلوا معايا المواعين. بجد المواعين صدمتني. انا دخلت شفت المنظر، حسيت ان انا جاتلي زي سكتة قلبية. قلت والله ان انا فاتحة معاكم الكاميرا واعمل الروتين بالمرة. هنا بقى ابتديت بقى المواعين، وقلت بقى يلا يا بنتي ما تستخسريش صحتك، وقومي كده بقى جدعاني ونضفي المطبخ ده وخلي قشطة. اول حاجة بقى لميت المواعين زي ما انتم ما شايفين كده وحطيتها على الرخامة، عشان المطبخ واسع يعني عندي جدا. ما كنتش عارفة احط المواعين فين، محدش يتريق عليا. اول حاجه طبعا ببدا بيها يعني في المطبخ، سواء بقى في روتين اليوم، سواء بصور او ما بصورش، هو البوتاجاز. طب مش معنى عشان هو اللي بصفي عليه المواعين وكده لازم ان انا اغسله الاول واقلبه، واحط طبعا الفوطه بتاعتي اللي بصفي عليها المواعين دوت. طبعا شلته، حسيت اللي خلاص بقى وقته خلص، بس الصراحه والله والله كان نضيف جدا، شايفينه بينور كده في الضلمه. بس قلت بقى ايه عشان احس بتغيير بقى، العيد داخل بقى، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين مقدما حبايبي. بحبكم جدا جدا واشوفكم كل سنة على خير. وان شاء الله السنة اللي جاية كده تبقوا مفرحين قلبي ونعمل ساعتها حفلة كبيرة بقى، تبقى حفلة بقى 100,000 وانا بقى عشمانة عشمانة عشمانة، املي في ربنا كبير. عشمانة والله في ربنا، وانتوا طبعا بعد ربنا سبحان الله تعالى، الله اعلم يعني، مش عارفين ايه اللي يحصل في يوم وليلة. غسلت بقى البوتاجاز غسلة بقى حلوة، طبعا ما شلتش العيون عشان كنت غسلاها قبلها بيوم. يعني انا بغسلها يوم بعد يوم، مش بغسلها الصراحة كل يوم. طبعا يوم بعد يوم دي هتبقى اسمه ايه، البوتاجاز بتاعك بيبرك. اهم حاجه انتي على طول ايديكي في الحاجه، عشان بقى لما يخش علينا العيد، يخش علينا رمضان، نقول له اهلا بالعيد، مرحبا بيك، شقتنا نظيفه وزي القشطه. طبعا طول ما انت ايديكي في الشقه على طول، سيبك كمان من رمضان او العيد، انت اصلا كده هتحسي براحه نفسيه، وهتبقى نفسيتك كده مرتاحه. يعني انتوا طبعا هتجيبوا طبعا شكل المطبخ في الاول زي في الاخر، لا طبعا بالعكس، كنت حاسه ان الشقه كلها اتروقت بدل المطبخ اتروق. انا بالنسبه لي المطبخ يعني الشقه كلها اهم حاجه فيها هو المطبخ والحمام الصراحه. طبعا طول ما هم دول نضاف تبقى الشقه كلها نظيفه، يعني بتبقى امرها سهل. غير الصراحه لما يبقى المطبخ مكركب ومليان مواعين، او مثلا السيراميك كده تحط ايدك عليه تلاقيه مليان دهون، دي كده تبقى بالنسبه لي انا نصيبه. حتى لو انتوا لاحظتوا هتلاقوني كل يوم وانا بغسل البوتاجاز بغسل الحته اللي جنب البوتاجاز، عشان اكتر حاجه بكرهها هي الدهون. هنا بقى هغسل بقى المواعين بقى كويس جدا، طبعا ما يغركوش السرعه اللي انا فيها. طبعا يعني انا بغسلها طبعا حلو وبنظافه طبعا، عشان اكيد يعني هرجع اكل فيها تاني، عشان الناس ما تقوليش ايه هو انت عشان بتصوري بتترسقي. لا مش بترسق، الفيديو ده اصلا كان 20 دقيقه، بس انا ايه يعني خليته 10 دقايق عشان ما يطولش عليكم او تزهقوا. انا عايزاكم ان انتوا تتابعوني، وكمان انتوا تحبوا فيديوهاتي وتبقى كمان خفيفه على قلوبكم. هنا بقى زنقت نفسي في الحيطه، قلت ايه بقى عشان تشوفوا، عشان ايه انتوا عارفين ان انا رشيقه ورفيعه. هتشوفوا مني كويس، محدش يتريق عليا، انا بس اللي اتريق. عايزاكم بقى تقولوا لي بقى في الكومنتات وصلتوا بقى لغايه فين بقى في ترويق الشقه وتنظيف والحاجات ديت. انا الصراحه انا لغايه دلوقتي يعني شايفين لغايه دلوقتي ما عملتش اي حاجه غير ان انا غسلت السجاد، ولغايه دلوقتي قاعده يعني محلك سر، كل يوم اقول ان انا اصور ولا انا اعمل معاكم حاجات في الشقه وكده. عندي كسل وعندي اكتئاب وعندي حاجات كتير قوي. عايزاكم بقى امانه عليكم تشجعوني كتير قوي 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 في الكومنتات في الفيديو دوت. عايزه كده اقوم الاقي نفسي كده رشيقه ونشيقه. واللي انا اعمل لكم فيديوهات كتير قوي وانزلها لكم ان شاء الله. يعني هي الشقه الصراحه ما فيهاش حاجات كتير، يعني هي نظيفه اصلا. انا كنت عاملاها قبل رمضان، بس انتوا عارفين احنا بقى الستات المصريه بتحب النظافه زياده حبتين او زياده عن اللزوم، عشان طبعا طول ما شقتك نظيفه انت كده هتبقى قاعده ايه ومرتاحه. وبالذات اصلا لو معاكي اطفال لازم الصراحه تبقى ايدك في 24 ساعه، وبالذات لو اطفال ملايكه زي اطفالي. اكتبوا لي بقى في الكومنتات كمان زي ما قلت لكم وصلتوا لغايه فين. وكمان اللهم صل على النبي، بتحبوا فيديوهاتي الاكل اكتر ولا الروتين اكتر؟ وكمان نزلت وجبت لبس العيد ولا لأ؟ انا عن نفسي انا لسه ما نزلتش، لسه ان شاء الله ان شاء الله يعني ممكن بكره او بعده، لسه مش عارفه. لو عرفت ان انا اصور لكم اصور لكم. هنا بقول لكم شايفين الحله بتلمع في غسيل بقى الحلل بالذات الالمونيا، لازم كده تستعيني صحتك واللي انت ايه تدعكيها بذمه شويه. الصراحه انا نزلت جبت لبس اخواتي وكده، بس مش قادره اقول لكم المكان عندنا، احنا في حته عندنا اسمها الخصوص او النوره. يعني انا ما كنتش عارفه ان انا
ارفع ايدي، مش هقول لكم بقى ان انا احط ايدي جنبي، كنتش عارفه ان انا ارفع ايدي. بجد المكان زحمه جدا، عشان كده ما كنتش عارفه ان انا اصور لكم، اني كنت عامله حسابي ان انا اصور لكم بقى ولبس العيد والحاجات ديت. بس والله يعني المكان عندنا صعب جدا، ما عرفتش ان انا اصوره، بالذات كمان انا معايا طفلين. لا اما اسيب اطفالي واصور والناس بقى تهرسني، وكمان اطفالي يدعوا مني، لا اما مثلا اخلي بالي من اطفالي وامشي كده على جنب. الموضوع صعب جدا. انتوا عارفين طبعا العيدين طبعا جايين مع بعض، تلاقوا الموضوع صعب. هنا بقى خلاص بقى يعني يعتبر كنت قربت ان انا اشطب المواعين وكده. طبعا في حاجات كتير طبعا ايه غسلتها خارج الكاميرا، عشان ايه ما تقولوش ايه شاطره يا بنت غسلت المواعين في 10 دقايق. غسلتها طبعا خارج الكاميرا عشان زي ما قلت لكم هتولعوا فيا. هنا بقى دي بقى كوبايات ملك وملك بجد جميله جدا، وكوبايات المشفطه بتبقى احسن للاطفال، ما بتخليش بقى الاطفال بقى اللي هي توقع على السجاد او تبهدل الدنيا، لا بتبقى احسن كتير. انا كنت كل يوم بفضل اصوت والم عليا الناس بسبب العصير اللي يقع او حاجه ساعه او حتى ميه، يعني حتى نقول الميه امرها سهل هتنشف، بس سواء عصير او بيبسي لا امره صعب جدا. اول يوم العيد بقى هتقضوه فين؟ هتقضوه في البيت ولا هتخرجوا ولا هتقضوه نوم ولا هتعملوا ايه في حياتكم؟ انا اول يوم العيد يعني اساسي بقضيه عند ماما. حتى شوف حتى لما جيت جنبها برضو بنزل اقضي اول يوم العيد واول يوم رمضان اساسي عند ماما، عشان دي عاده انا متعوده عليها. بيبقى كمان بقى هيصه وفرحه وحبايبنا بقى يجوا بقى يزورونا. بجد العيد دي بتبقى ايامه جميله، وايام رمضان كمان احلى. والله والله زعلانه جدا ان رمضان خلاص ماشي، تبقى ايامه حلوه وجميله، وكمان تلاقوا كده الشوارع هايصه والناس كده يعني تروح بقى الجامع وتصلي التراويح. هنا بقى خلاص بقى قلت لما ارتب على نفسي واجيب كوبايه التمر، كنت حطاها في الفريزر بقت تلج، بس الصراحه كان طعمها حلو جدا ما كنتش قادره ان اسيبها. هجيب بقى الحته كنت طبعا غسلاها كويس قوي بالبريل، همسح بقى العلب بتاعه الملح والسكر والشاي، احط بقى الازاز دي في الحوض. هنا دوت زيت انا بعمله بخزنه كده وبعمل منه صابون، وساعات لما بزهق ببيعه للراجل، بس ان شاء الله يعني المره الجايه هعمل منه صابون واصور لكم كده، بيبقى حلو جدا. هبتدي بقى ان انا اعمل الرخام، والرخامة اساسي طبعا عشان طبعا واحنا بنعمل عليها الاكل ممكن مثلا تكون حاجة وقعت بقعت مش واخدة بالك منها، عشان كده بحب على طول ان انا اجيب الفرش ابيض، ما بحبوش اسود، عشان لو حاجة وقعت ان انا ايه اخلي بالي منها وكده. هرجع بقى كل حاجة مكانها كنت شايلاها طبعا، عشان ايه اللي هي كده الرخامة تديني براح، عشان زي ما قلت لكم الرخامة بتاعتي كبيرة زيادة عن اللزوم. طبعا ما يغرقوش اللي وقع ورايا. قلت ايه الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بس مفيش حاجة اتكسرت يعني، ده كل مرة على كده. هروح اغسل الصينيه دي وارجع لكم. شايفين غمضوا فتحوا هتلاقيني في ثانيه الا ثانيه قدامكم بحط الصينيه. بص ما باخدش اي وقت خالص، غسلت ورجعنا بقى والموضوع سهل وبسيط، وادينا نضفنا المطبخ وحسينا كده براحه نفسيه. هنا بقى مش قادره اوصف لكم الفرحه، كنت بزغرط كده من الفرحه اللي خلاص بقى المطبخ اتشطب، بس رجليا كان جالها كساح، اللي انا والله يعني من اول ما بصحى لغايه لما بنام ما بقعدش على حيلي. هنا بقى جبت قلت بقى لما افضي الزيت، قلت بقى لما اعمل بقى كل حاجه بالمره مش هسيب حاجه واعمل حاجه. خلاص بقى يعتبر كنت خلصت، ما كانش بقى فاضي غير الارضيه، واللي انا رصت المواعين كانت كمان اتصفت. انا عايزه اعرف الاضاءه بتعمل كده ليه يعني؟ اللي مثلا لو واحده صاحبة القناه بتتفرج عليا وبتصور تعرفني الموضوع دوت ليه بيحصل معايا كده، ساعات بتغيب مني او شكلها بيتغير. هنا بقى كنت بقى رحت بقى صليت وجيت، قلت بقى كان بقى صلاه بقى العشاء وكده، قلت لما اروح اصليها، وقلت بقى لما اكنس بقى المطبخ وكده بقى وامسح بقى يبقى كده خلاص خلصت وخلصت. يعني ايه شايفين خلصت؟ شايفاك هي اللي بتتفرجي عليا وما حطيتيش اللايك، خشي حطي اللايك مش هتخسري حاجه، مش هيكهرب والله، ده بالعكس هيزغرط فيقولكوا ايه. ايه ده انت حطيت اللايك؟ المره الجايه هخليكوا لما تحطوا اللايك ايه الفيديو يزغرط لوحده. هلم بقى حبه الزباله الصغننين دول كانوا واقعين مني بقى وانا بعمل الحاجه وبفضي طبعا الصينيه بتاعه الاكل. هنا بقى بقولكوا شايفين اللي بيحصل معايا، كنت يعني بهزر وكده، فككم مني لما بهيس يلا السلام. هنا بقى خلاص بقى قلت بقى لما الم الزباله بحب اكنس الارضيه الاول قبل ما امسح. طبعا لو يعني مسحنا على التراب الدنيا هتطين اكتر، غير مثلا شايفين كنست الاول هتمسحي يعتبر هتلم معايا. هنا بقى خلاص بقى يعتبر كنت خلصت، مش هفرش بقى حاجه في الارض عشان زي ما قلت لكم غسل السجاد وكده. اتمنى بقى يعني يكون الفيديو عجبكم، يكون كمان خف على قلوبكم، بحبكم جدا في رعايه الله. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنتي حلو زي كنتوا تشجعوني.